هنا غادي نديرو واحد الوصفة هائلة بالتين. كناخدو واحد الكمية ديال التين كنديروها في الكسكاس ديالنا، سواء ديال الكوكوط او الكسكاس العادي. كنعمروهم بالثوم من الداخل. بطبيعة الحال كنغسلوهم ونشفوهم ونقيوهم، ونقيو الثومه كنخشيوها في الداخل ديال التين، وكنوضعو جوج تومات. كناخدو الطنجرة ديالنا وكوكوط ديالنا، كنحطو شويه د الماء من التحت، كنبخرو التين اللي عندنا كل واحد على حسب الكميه. ومن بعد ما يطيب مزيان، ماشي كنخليوه يطيب مزيان، المهم حتى كيكون فتي واحد ممكن ياكلو، ما تخليوش عاوتاني تيتعجن بزاف. كنسدو عليه في الكوكوط، كنخليوه او في الطنجره كتغطيها وكتخليه حتى كيطيب. ملي كيطيب بحال هكا كما كتشوفوا كنهزوه كنحيدوه من الكسكاس. كيكون فتي وزوين، الثومه طايبه من الداخل، التين ديالنا حتى هو طايب من الداخل. كنجيبو واحد القرعه ديال الزاج مع زيت العود اصليه زوينه، اللي تقدر بحال اللي كنداويو بها الكحه والمسائل. شويه د الحبه السوداء، شويه د الزنجلان. كنقيوهم كنقد المسائل ديالنا لان غادي ناكلوهم. كنهزو مسائل اللي بخرنا اللي هو التين والثومه، كنوضعوهم في القرعه ديال الزاج من بشويه بشويه. كنستفوهم باش ما نخليوش فراغات. كنبداو نزيدو شويه ديال الحبه السوداء حتى هي، كل واحد عينو ميزانو على حسب كل واحد شحال الكميه. كنزيدو الزنجلان حتى هو، نتوما عارفين غني بالكالسيوم. هاد الفوائد ديال هاد الاشياء اللي كنستعملو دابا في هاد الوصفه مهمه وزوينه بزاف في هاد البرد. واحد كياخدها في الصباح مخيره، كتنفعو في بزاف د الحوايج. كنزيدو الزيت، ضروري الزيت العود تكون طبيعيه، وهكذا والتكرار العمليه حتى كنعمرو القرعه ديالنا بنفس الطريقه. نزيدو الكميه شويه بشويه هكا كما كتشوفوا، صحي وطبيعي. كنعمروها كلشي حتى كنساليو الكميه اللي عندنا. كنديرو نفس الشيء، شويه د الحبه السوداء. ضروري الامور تكون مدقسه وعامره. شويه ديال الزنجلان، كنديرو عاوتاني شويه ديال الزيت من الفوق حتى كتغطى المسائل. كنضغطو بالمعلقه باش كنعرفو كلشي مدكس وداخله الزيت بيناتهم، باش ما تكونش شي هواء او شي رطوبه واغمال لينا ولا شي حاجه. كنحاولوا نسدوها مزيان، نسدو القرعه، نديرو ميكات سوليفان مزيان بحال هكا تماما كما شفتوا. وكنحاولوا نخليو البلاستيك باش ما يدخلش الهواء بحال هكا. وكنسدوها مزيان، وكنحتفظوا بها في مكان ما يكونش فيه الضوء من الاحسن، لان زيت العود مزيان تكون في الاماكن اللي ما فيهاش الضوء. كنحطوها في البلاكار ديالنا في شي بلاصه تترقد مزيان، ونبقاو ناكلو فيها معلقه. نافع بزاف. واحد واخا ما مريضش الا كياخد هي معلقه في الصباح كل نهار تنفعو. المهم ندوزو الان عندنا واحد الحلوه زوينه، مكونات زوينين صحيه: 3 البيضات، 3 الخمرات حمرين، واحد الفاني، شويه الملحه، شويه التمر، كمشه ديال اللوز، كمشه ديال الكركاع، قشور حامضه كامله، وعندنا كاس العنبه اللي نعبرو به، وعندنا اللبن، وعندنا الزيت العاديه، وعندنا بطبيعه الحال الدقيق ديال الشوفان غني عن التعريف. ممتاز. كناخدو المولينيكس ديالنا كما كان اي واحد المولينيكس اللي عنده، هذا هو المول اللي غنديرو فيه التخليطه، ماشي المولير زعما السلافه اللي غنخلطو فيه المسائل. الواحد بطبيعه الحال كيستعمل المول اللي بغا باش يطيب فيه، وكل واحد واش متوفر عنده في المطبخ ديالو. المهم وضعنا الكركاع، درنا اللوز،
درنا التميرات. هنا عندنا 7 ديال التميرات يكونوا رطبين بطبيعة الحال. عندنا قشرة ديال الحامضة كاملة باش كتعطي واحد النسمة حتى هي زوينة. زوين ان الكيكات اللي تيكون فيهم الحامض شويه المليحه بطبيعه الحال. وكنزيدوا واحد الفاني، كاين اللي عنده فاني خنيشه كاين اللي عنده ديال السائل. كنزيدوا 3 البيضات كاملين، البيض والفص ديالهم مجموعين. كنزيدوا كاس ديال العنبه ديال الزيت عائد، الزيت المائده عاديه، الزيت عاديه ديال المائده. طبيعة الحال راه كاينين الناس كيديروها حتى بزيت العود عادي ماشي مشكل. كنزيدوا واحد كاس العنبه ديال اللبن. ماشي ضروري يكون نفس اللبن، انواع واشكال ديال اللبن حاليا في الاسواق ما شاء الله عطا الله الخير. كنجمعوهم مع بعض، كنسدو مولينيكس ديالنا وكنطحنوا المسائل مزيان. كطحن مزيان هكا، ناخدو شويه الوقت. ها هي طحنوا المسائل ديالنا مع بعض. كنكبوهم في هاد الساجه اللي غنخلطوا فيها الامور ديالنا. ها هما امور صحيه نافعه ممتازه. كنديروا 3 ديال الخمارات حمرين. الثانيه من الاحسن كلشي يتصفى هكا باش ما يكونوش راكم عارفين ما يتلبتش داكشي لداخل هكا، لا الدقيق ولا الخماره ولا الامور سكر كلاصي ولا شي حاجه بحال هكا. مزيان الواحد يدير ليها الصفايه يصفيها. كناخذوا كاس العنبه ديالنا ديال الشوفان مطحون. ها هو الثاني مقاد ومصايب لحقوا طريقهم طحون مزيان. كنخلطوهم مزيان بالمخلط اليدوي بحال هكا، كتكون ماشي جاريه. كنزيدوا شويه الكاكا بحال الكاكاو بحال الشكلاط بحال اي حاجه بحال هكا اللي بغيتي كتزيديه. بغيتيه خضره، بغيتيه مجموع، بغيتيه بيض، بغيتيه اسود، بغيتي كلشي. كندهنوا المول ديالنا بطبيعه الحال بشويه الزيت عاديه. كنكبوا الخليط ديالنا فيه بحال هكا كما شفتوا. كل واحد والمول ديالو، كتذوقوه بشكلاط او اي حاجه عندكم. كل واحد واش تيبغي يدير. هذاك الشيء على حسب الاختيار ديال الواحد وعلى حسب شنو تيبغي ياكل. ممكن نديرو حتى المكسرات المهرمشه الا ما بغيناش نديرو مثلا شكلاط. كندخلوها الفران بطبيعه الحال. راه كل واحد والفران ديالو والدرجه ديالو ما غيكونوش بطبيعه الحال كيتشابهوا. المهم كل واحد عارف راسو على شحال كطيب ليه الكيكه ديالو. ما كتاخذش وقت بزاف لان ماشي جاريه، راه شفتوها معقده شويه، كتاخذ وقت قليل. ها هي واش جات شهوه منها. الا درتوها غادي تعاودوا التكرار ديالها لان شيء طبيعي وصحي وما كيحتاجش بزاف الاشياء. شوفوها كي دايره معلكه مع داك التمر المكسرات من الداخل والشوفان، كتجي ممتازه مع كاس